تؤدي للانتحار. أني كنت قاب قوسين أو أدنى من هذا الشيء. قلت لي شنو الوضع؟ قالت لي أنت طلعتي الأولى عليهم، راح أروح على طريق ثاني، حرفيا طريق أظلم. رحالتنا اليوم مختلفة، مليانة دفء ولطافة، غيرت حياتها بالكامل. شلون وليش؟ راح نعرف أكثر من الدكتورة سارة. رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم. الله أكرم. أنا أريد أبدي بالشوندري اللي لابسته. هذا اللون صار لون سيجنتشر خاص بي، وصراحة بعد خلاص هذا اللون مو برغنتي، أوكي. صار لونه شوندري، شوندري. وهو يمثل لون ثاني طفل إلي. يبقى هذا اللون من أقرب الألوان القلبي، لأنه هو ما يمثل منتج، هو يمثل قصة. يعني أنا من أتذكره، يعني ما أتذكر إنه أنا بس سويت بزنس وشغل ومنتج وهيك شيء وحتى دا أبيعه. رحلة هي كانت. أنا شيء كان مكتوب لي إنه أني دخلت كلية طب، والدي طبيب، الظروف كلها تقول إنه راح تتخرجين، تداومين، تقدمين على بورد، وأنتِ تصيرين أخصائية في اختصاص معين. فما كنت متخيلة إنه أني على نص هذا الطريق راح أروح على طريق ثاني، حرفيًا طريق أظلم. زين، بداية حلمك بدت من قصة سارة الصغيرة اللي أنا تسولفي لي هاي القصة. قصة سارة الصغيرة، شوفي، أنا دائمًا والدتي تقول لي: "أنتِ تختلفين عن كل اللي موجودين، أنتِ عايشة بbubbles خاصة بيك." حلو. يعني مو كإنسانة حالمة، بس من كوكب أريد زهرة. أسوي فد شي كوكب زهرة بالضبط. أريد أسوي شي مختلف. فواحدة من الشغلات اللي صارت اللي خلتني أؤمن بهذا الشي، كنت صف أول متوسط، دخلت للمدرسة، مدرسة المتميزات. فأتذكر أول درس إلنا كانت المرشدة التربوية جمعتنا، قالت أكو واحدة من الأشياء الحلوة اللي راح تصير، واللي أصلا ما صايرة بمدرستنا قبل، بس ممكن أنتوا على حظكم تصير. بصف خامس راح يصير أكو اختبار للغة الفرنسية. زين. والشخص اللي ينجح بهذا الاختبار راح يروح سفرة على حساب الدولة لفرنسا. أي فأنا حلم، أتذكر هذا صدق حلم. بالضبط. فأني يس. هيجي قاعدة بالصف، قلت أنا راح أروح، مم. راح يجي هذا اليوم وأنا راح أروح. وعدت السنين وصار صف خامس، فقاعدين إحنا، جت المس كانت تقول ومن الطلاب اللي راح نختارهم للمسابقة، ذاعت اسمي سارة محمد. فأني ناسية الموضوع، يعني هاي الأمنية اللي أنا حكيتها صف أول أنا أصلا ناسيتها. فسارة محمد أوكي، قالت تروحون هسه أكو اختبار على مستوى العراق. فرحت امتحنت، جاوبت شو الأسئلة كلها أعرف أحلها. ما شاء الله. جاوبت شكلي راح أسافر. فامتحنت وخلصت. خابروني وراها، خابرتني المديرة، لا المعاونة، كانت تقول لي: ماما أنتِ ليش لحد هسه ما رايحة للسفارة ولا مسوية أوراقك؟ قلت لها شنو الوضع؟ قالت لي: أنتِ طلعتي الأولى عليهم. ما شاء الله. فأنا مو بس نجحت بوقتها، الأولى طلعت عليهم. الأولى. ما شاء الله. أوكي. فرحت. بابا يعني بالبداية كان رافض إنه الموضوع مم. مستحيل وتروحين وما أعرف شنو، وأني محجبة، فهناك كانت بوقتها كل بوقتها مال مشاكل، صحيح. الحجاب وهيك إيه. شي. بعدين قبل فرحت. أنا هناك رحت، فكان أكو مثل نهر السين فتنا بيه، فقالوا تذبون شغلة عملة وتتمنون أمنية. فأني ذبيت هذا الشي، قلت أتمنى أرجع مرة ثانية. كبرت، سافرت هواية بلدان، بس ما رحت لفرنسا. فمرة من المرات صارت فد مؤتمر، وقدمت على المؤتمر وانقبلت وطلعت الفيزا ورحت لفرنسا. هذا اللي صناعة المحتوى إلى أي مدى أثرت بعملك اليوم؟ صناعة المحتوى هي الأساس بالمحتوى نعم. اللي، يعني أنا لو ما صنعت المحتوى ما ما كان كان أصلا عرفته. وصلت، صحيح. ولا إنه مم. الناس بدت صار عندها تراست أو ثقة بهذا الشخص، ما كان فتحت أصلا البراند. يعني أنا كان عندي فد شيء معين بعد الولادة، مهم. بعد ما جبت ابني الأول. لأن أنا أعتبر عندي هسه حاليا فوق 30 ابن. ما شاء الله. أوكي. فبعد ما جبت ابني صار عندي postpartum depression، مم. اللي هو اكتئاب ما بعد الولادة. صحيح. فواحدة من الطرق اللي ساعدتني إنه أطلع من هذا المود هي كانت إنه صناعة المحتوى. هو تأثير الاكتئاب بعد الولادة مرات يكون حاد لدرجات يعني ما نتخيلها. يعني أكو حالات سجلت ببعض الدول تؤدي للانتحار.
هو أني كنت قاب قوسين أو أدنى من هذا الشيء. إمم. يعني وصلت مرحلة خلاص إنه فكرت ماكو شيء يسوى بعد إنه تعيش على مود نفتقد للوعي ماكو بهذا وعي، المكان. ولحد هسه إمم. لحد هسه ماكو وعي تجاه موضوع الاكتئاب ما بعد الولادة، لأنه الناس ممكن يشوفوها دلع، دا تضخم الأمور، هي مو قد المسؤولية. علاجِك النفسي كان إنه تبدين صناعة المحتوى. لأ، كان أدخل بمجال التغذية. إذن التغذية أول أدت التغذية أدت لوجود إلى شلون عرفتِ إنه محتاجة هذا الشيء؟ لفكرة تسويقية لو أنتِ بديتِ تحبين تحجين عن الموضوع؟ خلينا نقول على موضوع التغذية. إمم. أني أثناء ما صار بي هذا الشيء كطبيبة درسنا المرض علاجه دواء. ما كان عندنا تركيز إنه المرض علاجه ممكن يكون تغذية ولايف ستايل، والدواء ممكن يكون هو عامل مساعد. بالفعل. إحنا لا، عندنا الدواء هو الأساس وذولا عوامل مساعدة صحيح. ممكن. بينما هو الحقيقة لا، هو أنت غذائك وحالتك النفسية هي الأساس، والدواء ممكن هو يكون عامل بيت مساعد. الداء المعدة. بالضبط. زين شنو أكثر شيء واجهِك، الصعوبات اللي واجهتِك ببداياتِك ما بين تصنيع المنتج وصناعة المحتوى؟ شنو أكثر شيء كان صعب عليك؟ بالبداية كنت أسرج بالإنترنت إنه أريد أشوف ريفرنسز أو ناس مثلا عرب أو ناس أجانب يحجون بهاي المواضيع. لقيت، بس ما لقيت بالعراق ما عندنا صناعة. هذا الحكي 2021 ما كان أكو أحد يصنع محتوى صحي تغذوي أي ما كانت أكو بالعراق. بس صحيح. أي. فهنا أنا جتي هاي الفكرة إنه أوكي، أنا ماخذة إجازة أمومة، بدأ أداوم، وواحدة من الأشياء اللي طلعت من الاكتئاب إنه لازم تلتهي تسوي شيء. فخلي أفتح. ففاتحت زوجي بالموضوع، قلت له أنا أريد أفتح صفحة على الإنستغرام وأريد أنشر محتوى. هو كلش داعم. يعني أنا أتخيل لو ما كنت متزوجة وقايلتها لوالدي، والدي لا مستحيل ممنوع. صحيح. هسه أنا من أكبر الداعمين إلي والدي. طب كل الله فيديو يحفظه أنزله ويحفظ زوجك آمين. وعائلتك إن شاء الله. يحفظ لك الجميع. الله يسلمك. فأني أي شيء أنزله والدي شو يسوي؟ يشغل الريل، هاي شايفة يبقى يعيد بيه. أي. يقول لي، يسألني سؤال، يقول لي إذا عدت بيه هذا تعتبر لك مشاهدات؟ حبيبي. قول له هاي عليها احنا نظل نتفرج الفيديوهات حتى نصعد المشاهدات. قلت له إيه، يمكن تعتبر مشاهدات، ما أعرف. فدخلت هذا، قمت أسوي محتوى. طبعا الانستغرام 2021 هي ما كان أكو ريلات، كانت أكو أوكي. تنزل بوستات، يعني بوست. أي. بس البوست أنا كنت أنزل فيديو أبو 10 دقائق دا أشرح عن موضوع بكل تفاصيله، مثلا تكيس الموبايل، دا أحكي ديتيلز كل اللي أنا فاهمته وأعرفه. فمنا انبنت قاعدة ناس، يعني أنا أكو ناس متابعتني من 2021 لحد هسه، ما شاء الله. ناس واثقة بهذا الشخص، لأن تعرف إنه هو دا يتعب بالمحتوى اللي دا يسويه، ما دا يسوي محتوى ترندي. لا أنت سهل سريع توعوي الوصول، طبي صحيح. واللي هو المحتوى اللي صعب يوصل، لأنه خلينا نقول نوعا ما المادة جافة. بالفعل. يعني أنت تحكي عن مرض. بعد ما تكونت عندك الفكرة وأطلقتي هاي المنتجات وصنعتيها، شلون بديتي صناعة المحتوى؟ هو بدأ بشكل عفوي، وما كنت بفكر بيوم من الأيام إنه من صناعة المحتوى راح ينشأ بزنس أو مشروع كامل. كامل. بالضبط. فلما فتحت البزنس ما تغير أي شيء على الناس اللي متابعتني، لأنه نفس طريقة التسويق للمنتجات هي طريقتي القديمة. أوكي. التسويق بالمحتوى. جمعنا ما بين دكتورة سارة وما بين الكونتنت كريتر. أنا أريد أحكي هسه عن الرحالة سارة. الرحالة سارة، أنا أعرف إنه أنت عندك تجربة خاصة بالسفر وأيضا تجربة مع رحال. احكي لي أكثر عن هذا الموضوع. كلنا نحب السفر، ماكو إنسان ما يحب السفر. وممكن أسعد مكان صدق اللي هو هذا ممر السعادة اللي نصعدين للطيارة. فموضوع السفر أنا أحبه، وإن كان بالفترة الأخيرة أنا سفري بس شغل، صح. فشوي انكسر هذا الشيء. بس تجربتي ويا السفر، كل هاي السفرات كانت أكو سفرة مميزة، اللي هي السفرة اللي أنا حكيت لك عنها، اللي هي كانت لحظة الإدراك اللي بيها إنه أنت رجعت لنفس المكان. فهاي الشيء اللي كان ويا السفر، يعني هي صارت أثناء ما أنا كنت مسافرة. أما تجربتي ويا رحالي كانت تجربة، يعني خلينا نقول صدفة غريبة. لأن أنا أسوي محتوى طبي،
ما إله علاقة بالسفر. السفر هذا الشيء اللي هو مخفي عن السوشيال ميديا. أنا أسافر على مود شغلي، بس أنا ما عالنت على السوشيال ميديا، ولا متوقعة بيوم من الأيام إنه راح يندمج الشيء اللي أنا أسويه ويا السفر. فمن إجوي بوقتها وقالوا إحنا عندنا هيك وهيك، فأني فكرت إنه ليش. فهنا أنا كلش انعجبت بالكونسبت مالتهم، بالفكرة. هم يريدون يغطون كل الجوانب الخاصة بالسفر. احنا دائما نقول هي السياحة أنواع، إما سياحة أثرية، سياحة تسوق، سياحة علاجية، أو دراسية. حتى سياحة دينية. أنت لما تسافر بغض النظر عن شنو سبب السفر، أنت تتعرض لبيئة مختلفة تماماً. حتى الجراثيم والفيروسات وكل الأشياء اللي موجودة هناك صح. هي تختلف عن اللي موجودة ببيئتك، واللي أنت ممكن مكون مناعة. ما مفكرة بهذا الموضوع أبداً. هو أنا وياهم إيه. فكرت بهذا الموضوع. لأنه اللي رادوا شلون أنت تقدر تسافر وتحافظ على صحتك، تحافظ على صحتك. بغض النظر عن الظروف الصحية اللي راح تتعرض إلها. لأن أنت لو سافرت سواء سياحة، سفرة دراسية دينية، بس تمرضت، فأنت عندك وقت محدد للسفرة. من أنت تتمرض راح عليك هاي السفرة، راحت. صح. ما راح تقدر تستمتع ولا تسوي الهدف من السفرة. فهاي التجربة اللي كانت ويا رحال، لا هم خلوني، أو كان أكو فيديو تحدي أخذ مني 3 أيام حتى خلصته، اللي أني اضطريت أروح أكثر من مكان حتى أشوف الناس، سواء صحيح. الأشخاص اللي راح يجون للعراق هو شنو موجود بالعراق. جميل. الحواس ال5 اللي راح تتغير لما حيجون للعراق. فعشت وياهم تجربة جديدة وغيرها من الأمور. بالضبط. صحيح. صحيح. هذا يمكن من أحلى الفيديوهات اللي أنت شاركتيها على السوشيال ميديا. لا تجي للعراق؟ لا تجي للعراق. ليش لا تجي للعراق؟ لأنه من ديرة سالفته كبيرة. حلو. زين. تعتقدين أنه بالفعل رحال راح يكون نقطة تحول بعالم الحجوزات وتسهيل الأمور؟ أكيد. يعني هل هذا الشيء فعلا راح يساعد المجتمع بالتعود على الاعتماد على النفس حتى بالسفر؟ بالضبط. أكيد. يعني أنت مثل ما ذكرتي هسه كل شيء دا يتحول للعالم الرقمي. صح. فالسفر هم نفس الشيء. فهم الرحالة حيكونون من الأوائل اللي يسوون هذا التغيير. صحيح. لأن إحنا متعودين من تريد تحجز بالطرق، تحجز ويا جروبات ويا مكاتب سياحية، وشوفي المشاكل اللي حتحصليها. صحيح. بس إنه مكان يوفر لك كل شيء، أنت بنفسك تقدر تحجز أنت تتحكم بكل ظروف السفرة مالتك حسب البجت اللي أنت محددها. فلا أكيد هذا الشيء راح يسوي فرق كبير من ناحية السفر. يعني أنا كلش استمتعت اليوم وياك. أنا هم كلش استمتعت. الحديث رائع وجميل. آخر شيء شنو تقولين أو شنو نصيحتك لأي شخص حاب يدخل لعالم صناعة المحتوى؟ لا تقدم على هاي الخطوة إذا مو أنت من صدق حابها. يعني شوفي، الناس عبالها صناعة المحتوى شيء سهل ويجيب فلوس هواي. لا، هو صعب، وهو مهنة. يعني هو مو فد شيء أنا دا أتونس بيه، لا، هاي مهنة تحتاج من عندك تركيز ويحتاج التزام. صح. يعني ماكو خلينا نقول الانستغرام راح يجبرك تلتزم. إذا أنت ما تلتزم أنا ما راح أصعد الصفحة مالتك. يوم تنشر 10 أيام ما تنشر، لا، أنت ما موجود. فهي التزام وصعبة، لأنه هي هنا كون أنت يعني حقيقي. لمن حتكون أنت وحقيقي راح توصل للناس، الناس راح تشوف. بينما من أنت تجي تسوي كوبي بيست تقليد، ما راح تصعد، ما راح تفرق، حتكون شيء مشوه. فكون أنت وخليك مستعد واقعي. يعني هو مو عالم وردي بس عالم حلو. لأن راح أني بالوظيفة يمكن، أو مو بالوظيفة، خلينا نقول بالشيء القديم اللي كنت أسويه، ما كنت عايشة واكتشفت نفسي قد ما أنا دخلت بهذا العالم. حلو. جميل. إن شاء الله يا ربي منها للأعلى. شكرا. أهلا وسهلا. شكرا.